يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد ياسر من قناة مويا استوديو. حلقة النهاردة مميزة ومعانا ضيف جميل وظريف وخفيف، القط مايلو. موضوع الحلقة عن القطط وهنعمل ديزاين عن القطط. القطط ليها فايدة كبيرة في حياة الناس، مش بس كحيوان أليف وبياكل الأكل كله. سلموا على مايلو. خلونا مع بعض نبدأ الفيديو ونشوف الديزاين بتاع النهاردة. الأول هنظبط الوش بتاع القطة ونحطه في المكان اللي احنا عايزينه. بعد كده هنعمل سيلكشن على إيد القطة ونشيل ديسلكت الحاجات اللي احنا مش عايزينها، كنترول سي كنترول بي. نظبط مكان الإيد والحجم، نحطها طبعا قدام الوش. ماشي. على البالانس نظبط البالانس. خلونا كده وانا شغال نتكلم في فوائد. عندنا فوائد نفسية زي مثلا إنها بتقلل زي ما قلنا التوتر، وبتزود هرمون السيروتونين والكلام ده كله، وكمان بتديك إحساس بالونس، يعني تحسسك إن أنت معاك حاجة أو حد مهتم بيك وأنت مهتم بيه وفي نفس الوقت. وطبعا في فوائد صحية زي إن أنت بتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وبتقوي طبعا المناعة خصوصا لو أنت سنك صغير، بتقلل الإصابة بالحساسية وبتقوي المناعة تجاه الأمراض. وطبعا في فايدة تربوية إن هي بتخليك تتحمل مسؤولية وبتاخد بالك من القطة، بتاخد بالك من حاجتها، من إن هي متتعبش ولو تعبت إن أنت تراعيها وتوديها للدكتور والكلام ده كله. وطبعا بتحسن من التواصل الاجتماعي، يعني بتخليك إن أنت شخص اجتماعي أكتر، لأن هي بتخليك مش قاعد منعزل أو منطوي على نفسك، لأ بالعكس أنت بتبقى مبسوط تلعب معاها، تقعد مع أسرتك. يعني أنت ممكن تبقى قاعد أنت وأسرتك كلكم عاملين تواصل اجتماعي مجرد إن أنتوا قاعدين مع القطة. حاجة كويسة.
هي تبقى باين إن هي طالعة من الجسم، متبقاش إن هي طالعة منفصلة زي ما احنا شايفين كده. نظبط بس ناخد بالنا كده من شكل يعني ناخد البيبيون نجربه. نظبط بقى وش الراجل اللي بيهمس، اللي هو القط اللي بيهمس يعني في ودن القطة اللي شبه مايلو. نظبط بقى ايه السلكشن بتاعها أو القص بتاعها، نخليه شكله احترافي شوية. طبعا أنا بشتغل بسرعة، لو أنا شغال براحتي هيبقى الشغل أدق شوية من كده. كده ظبطنا الخلفية، حطينا الإضاءة اللي كانت موجودة في البوستر، ونحط التشير بتاعنا ونقص اللي ورا وماسك ونشيل. نظبط كده السكيلينج بتاع القطة والقطة اللي جنبها. نظبط طبعا نشيل كل الحاجات البيضاء اللي موجودة. نحط بقى إضاءات شوية كده ايه حوالين القط، بحيث إن هي تبقى جاية من وراه، ومن قدام بيبقى غامق شوية زي ما احنا شايفين. غالبا هنعمل لير تاني ونغمق شوية، لكن الأول نعمل الإضاءات كلها. نظبط اوتر جلو حلو أوي. طبعا كل ده إضاءات، الإضاءات مهمة جدا عشان تدي البوستر أو المشهد بتاعنا شكل واقعي زيادة، ميبقاش باين إن هي فبركة. ولو إن يعني إن اللوجيك بتاع الصورة باين أوي إن هو فيكشنال، ولكن لازم برضو ما يبقاش إن إحنا بنعمل حاجة فيكشنال فنعملها وحشة، لأ، لازم نهتم بعناصر الإضاءة وعناصر الظل والنور والكلام ده كله. يعني نظبط كده الظل soft light.
وبس كده نكون خلصنا حلقتنا، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس واستنونا في حلقة جديدة. سلام.